حديث عهد بالتطرف، فبعد سجنه ل8 أشهر عام 2003 بسبب دعمه لصالح العوفي زعيم تنظيم القاعدة آنذاك، خرج عقيل بن عميش المطيري من السجن ليفاجئ أهله وذويه أنه في العراق بحثا عن الشهادة، ثم أعلن رغبته في تسليم نفسه ليصدر بيان الداخلية عام 31 و400 وألف الذي أعلن وصوله للمملكة قادما من العراق، حيث تم لم شمله بأسرته حينها ليتسلل بعدها للانضمام لخلف القاعدة تنظيم داعش ويلقى حتفه فجر الأحد الماضي. كاميرا الإخبارية خرجت للبحث عن موقع المداهمة شمال الرياض، ووصلنا لنكون أول قناة تلفزيونية تصل لشقة الهالك المطيري. هنا قضى الهالك عقيل المطيري الذي ينتمي إلى تنظيم داعش، ومن خلال هذه الجولة السريعة سندخل وإياكم إلى المزيد من التفاصيل. تجولنا داخل الشقة وعاينا آثار الدماء بعد أن صادرت الجهات الأمنية كل ما قد يساعدهم في الحصول على معلومات مهمة. هذا كتاب الله وهذه كتب العلماء التي تبرأ مما يلطخه بها الدواعش من دماء الأبرياء. ولأنه خبير في تقنية المعلومات فقد وجدنا آثار ذلك واضحة في شقة هذا الداعشي الهالك. هذه إحدى الاختراعات الداعشية لتبريد جهاز الكمبيوتر مباشرة من جهاز التكييف، والذي يعمل كما يفيد الجيران على مدار 24 ساعة. حاولنا سماع روايات بعض شهود العيان فلم نجد إلا شاهدا واحد. العمارة كانت هادئة ولا كان هناك أي شكوك حول العمارة، إلا أن هذه الشقة تحديدا كانت تحركات مآخر الليل وعلى ليموزينات خاصة، ما كان هناك أي شك فيهم، ولو كان هناك يعني معلومات أو عندنا أخبار عنهم كان بلغنا أول بأول. ولأن للبيت رب يحميه فقد أعان الله رجال الأمن الذين داهموه بكل شجاعة بعد أن بدأ إطلاق النار. هنا سطرت الداخلية السعودية إحدى نجاحاتها بالقضاء على بعض أفراخ الدواعش الذين ظلوا في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. منصور الأمير من داخل شقة الداعشي عقيل المطيري الإخبارية، الرياض.